بعد ما عرفنا في الدروس اللي فاتت إيه هي خطوط الاتجاه وإزاي نتعامل معاها بكل تفاصيلها والكسر وإزاي نحدد الاتجاه وإيه الخط الاتجاهي الكويس الترند لاين المظبوط الترند لاين لا اللي بيبقى فعاليته أقل. كل الكلام ده احنا عرفناه الدروس اللي فاتت. دلوقتي هنبدأ في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وبالنسبة لي دي واحدة من أهم الحاجات اللي مبني عليها تقريبا كل الأنواع في التحليل. يعني هي الحاجة اللي احنا هنشرحها النهاردة دي بيغيّروا اسمها ويبني نوع تحليل جديد باسم جديد، ولكن برضه في الآخر هتلاقيه مبني على الحاجتين اللي هناخدهم النهارده وهُم الدعم والمقاومة. فيالّا بينا نبدأ الدرس بتاعنا على طول بعد الintro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتور خالد البربري ودي دورة تعليم التحليل الفني. طيب، زي ما قُلنا كده في الintro إن إحنا النهارده إن شاء الله هناخد مع بعض الدعوم والمقاومات. أساس علوم التحليل كلها تقريبًا. الدعم والمقاومة هما أساس عملية التعامل مع الشارت. عملية التحليل نفسها بتستارت أول حاجة بإن أنا أقدر أحدد أول حاجة فين المنطقة اللي بتدعم السعر بتاعي وفين المنطقة اللي بتقاوم السعر بتاعي. الدعوم والمقاومات بالإنجلش support يعني دعم و resistance يعني مقاومة. طيب، نبدأ مع بعض كده بالدعم أو السبورت. إيه هو الدعم؟ الدعم هو عبارة عن مستوى سعري، يعني منطقة سعرية يقع أسفل السعر الحالي. خلينا نكتب كده الأول التعريف مع بعض وبعدين إيه نبدأ نستنتج التعريف ده نرسمه على الشارت عشان نبدأ نحدد بالظبط يعني إيه دعم. أنا عايزك أنت اللي تعرف من اللي إحنا هنقوله دلوقتي الدعم ده يتعمل إزاي أو يترسم إزاي. ماشي؟ فوالله الدعم بكل بساطة هو مستوى سعري بيكون موجود أسفل السعر الحالي للسوق. ماشي؟ ويتوقع أن تتوافر عنده قوة شرائية. طيب، مكان لما اكون عارف ان المكان ده لما نوصل عنده اتوقع ان يكون في شراء كتير هيحصل. طيب الشراء ده هيعمل ايه في السعر؟ لما يكون في متوافر عند مكان معين قوة شرائية كبيرة، ايه اللي هيحصل؟ اتوقع ايه؟ يرتد السعر منها. يعني السعر يبدأ ايه؟ يرتفع بعد حركة هبوط. طيب ببساطة خلينا نقول ادي شارت. ماشي؟ ونشوف مستوى الدعم ده هيبقى عامل ازاي. انا والله عندي شارت بالمنظر ده كده. فين الدعم؟ احنا بنقول والله ان الدعم ده مستوى سعري يقع اسفل السعر الحالي. فين السعر الحالي؟ اهو ده السعر الحالي. يبقى لازم الدعم يكون فين؟ في المنطقة دي كده، لازم يكون اقل من السعر الحالي. دي اول حاجة. طيب، يتوافر عنده قوة شرائية بيرتد السعر منها. يبقى مكان كل ما السعر بيجي عنده بيعمل ايه؟ بيخبط فيه ويطلع تاني، يخبط فيه ويطلع تاني. تمام كده؟ اذا ادي مكان خبط فيه السعر وطلع، ادي مكان خبط فيه السعر وطلع، وادي مكان خبط فيه السعر وطلع. يبقى المستوى ده مستوى ايه؟ مستوى دعم. ليه مستوى دعم؟ لان هو ده اللي لما جه السعر عنده اكتر من مرة حصل عمليات شراء، فبدأ إيه اللي يحصل؟ يرتفع السعر. يبقى هو ده تعريف الدعم بالنسبة لي، ده كده اسمه سبورت او دعم، مستوى دعم. طيب اتوقع ايه؟ يعني انا بعد ما عرفت ان ده مستوى دعم اتوقع ان السعر لما يتحرك وينزل عنده تاني يبدأ ايه؟ يطلع منه وهكذا. فدايما مستوى الدعم زي الترند يا جماعة. الترند كان كده، احنا قلنا والله ادي مرة التانية اتوقع مثلا ان التالتة برضه هيخبط ويطلع فيكمل ايه في نفس اتجاهه. نفس القصة بالظبط في الدعم، ولكن بيبقى بصورة ايه؟ افقية كده، ما بيبقاش مايل. يبقى الفرق ما بين الترند والدعم والمقاومة هو الميلان. الترند بيكون ماشي مع اتجاه السوق، الدعم والمقاومة بتكون نقطة ثابتة، يعني نقطة بالعرض. ماشي؟ بيكون مستوى بنطاق عرضي. خلاص كده السعر مهما يطلع فوق بيرجع له تاني ويطلع منه وهكذا. طيب إذا نقدر نستنتج دلوقتي المقاومة. يبقى المقاومة عبارة عن إيه؟ مستوى سعري يقع أسفل ولا أدنى السعر؟ أكيد أدنى السعر الحالي. سوري، أعلى. أدنى إيه؟ أعلى السعر الحالي. تمام؟ طيب اتوقع ايه اللي يحصل عنده؟ مقاومه، يعني حاجه بتقاوم السعر بتزقه. ايه اللي بينزل السعر؟ قلنا البيع. فانا اتوقع ان يوجد عنده قوه ايه؟
قوة بيعية قوية، صح؟ هتعمل ايه القوة البيعية دي؟ هتعمل ايه؟ هتزق السعر لتحت، يعني هتعمل ارتداد للسعر هبوطا، يعني يكون السعر طالع اصلا هي تخبطه وتنزله لتحت. فلو احنا هناخد مثال على الكلام ده بكل بساطة، انا عندي اهو السعر ماشي كده ويطلع هنا وبعدين ينزل تاني كده وبعدين يطلع هنا تاني وبعدين اهو كده يطلع هنا تاني، يبقى ده هو نزل من هنا مرة ودي التانية دي التالتة دي الرابعة، يبقى ده كده مستوى ايه؟ مستوى مقاومة. فتوقع ان هو لما يطلع له تاني يبدأ ينزل منه تاني. ليه؟ لان بيتوفر دايما قوة بيع عند المقاومات. يبقى الدعم هو المكان اللي بيكون موجود عنده المشترين بكميات كبيرة وبيسببوا ارتفاع السعر، والمقاومة هي المكان اللي بيكون عنده بياعين بقوة كبيرة وبيسببوا ايه؟ هبوط السعر. ده كده يا جماعة الدعم والمقاومة. يعني الموضوع سهل وبسيط جدا على فكرة، وسهل جدا ان انت تطلعه على الشرط. طيب ازاي اعمل تحديد للدعم والمقاومة؟ عايز اقول لك بس معلومة، ان دايما الاسعار بتتكون من قمم وقيعان، صح كده؟ فدايما القمم دايما، لو دي قمم فالقمم دايما هتلاقي عندها مقاومة. يبقى المقاومة دور عند فين؟ عند القمم. عايز اشوف مقاومة ادور عند القمم. ليه؟ لان المقاومة بتنزل السعر، يبقى السعر كان في اعلى نقطة ونزل. تمام؟ طيب ولو انا عايز ادور على دعم، يبقى ادور على ايه؟ على قيعان. يبقى ده كده قاع اهو، قيعان اهي ورا بعض، يبقى ده كده مستوى ايه؟ دعم. تمام؟ حلو. اي مقاومه سابقه، يعني اي مقاومه فاتت، اتوقع ان السعر ايه اللي يحصل لما يجي عندها؟ يعني هنا اهو يا جماعه ده كانت مقاومه اهي، ونزل السعر بدا يعمل دعمه دي 1 و2 و3. طيب طلع السعر للمنطقه دي، اروح انا عامل امتداد للمقاومه دي، فتوقع ان ايه اللي يحصل؟ انه ينزل من هنا. ليه؟ لان امتداد للمقاومه. طيب فهمنا كده. ونفس القصه بالنسبه للدعم، انا اتوقع ان هو لما ينزل هنا يبقى ايه؟ يطلع من السعر من المكان بتاع الدعم. ليه؟ لان ده دعم وطلع منه السعر مره واثنين وثلاثه قبل كده. خلاص؟ حلو جدا. طيب الفكرة بقى عندي في ايه؟ ان الدعم والمقاومة الدعم والمقاومة مستويات تبادلية. يعني ايه مستويات تبادلية؟ يعني المقاومة اللي يتم كسرها، يعني لو خلينا نفترض ان احنا دلوقتي طلعنا نرسم بالاخضر عشان نبقى عارفين، احنا دلوقتي طلعنا اهو وعندي ده مستوى مقاومة، السعر جه هنا مرتدش، السعر جه هنا وكمل ونزل كده، اصبحت بدل ما كانت مقاومة بقت ايه؟ بقت دعم. ليه طيب؟ لان الموضوع ببساطه لما انا اكسر مقاومه معناها ان انا ايه؟ خلاص قوه المشترين اصبحت اقوى من البياعين، فتحولت المقاومه ايه؟ بقت اسفل السعر. فبدل ما كانت بتزق السعر تحت، ده اصلا السعر بقى فوقيها، فبقت تعمل ايه؟ تزق السعر لفوق، فاصبحت دعم. اذا مستويات الدعم والمقاومه مستويات تبادليه، بمجرد كسر المقاومه تتحول لدعم، مجرد كسر الدعم يتحول لايه؟ لمقاومه. طيب ناخد مثال بسيط وسريع على كده. لو انا عندي اهو ده مثلا، خلينا نقول ده كده مستوى وده مستوى تاني وده مستوى تالت. لو انا عايز ارسم السعر هرسمه ازاي؟ هرسم والله السعر بيتحرك كده، جه هنا وطلع، خبط كده، وجه هنا وطلع وخبط كده، وجه هنا ونزل وخبط كده. طيب يبقى المستوى الاولاني اللي فوق ده اللي بالاصفر اهو، ده مستوى ايه؟ لما يعمل قمم كده ده مستوى مقاومة. تمام تمام. طيب السعر نزل، عمل هنا ايه وطلع، عمل قاع وطلع، وهنا عمل قاع وطلع، يبقى المستوى ده ايه؟ مستوى دعم. طيب ده دعم وده مقاومة وده السعر الحالي دلوقتي، احنا هنا اهو. جميل. طيب نزل السعر وراح جاي هنا يا جماعة عمل كده وراح طالع كده ونازل، اصبح ايه؟ اصبح ان هو مستوى الدعم ده اتكسر، هنا حصل كسر، وبعدين رجع بدل ما كان بيزق لفوق بقى يعمل ايه؟ بقى يزق لتحت. بقى هنا في بياعين اهو بالاحمر، يبقى بياعين اهو، بيع. تمام. فاصبح الدعم هنا تحول لايه؟ لمقاومه. فالدعم والمقاومه يا جماعه بيتحدد بناء على المنظور بتاعك، انت شايفه منين. انا دلوقتي ببص، انا هنا، انا اعتبر ان انا السعر، انا هنا ببص فوق، لما ابص الاقي ده فوقيه هعتبر ده ايه؟ دعم ولا مقاومه؟ فوقيه، يبقى هعتبره مقاومه. طيب والمستوى اللي تحتيه هعتبره دعم. طب لما انا كنت هنا كمنظور، يعني انا هنا اهو خالد اهو، لما انا اكون هنا وابص لنفس المستوى اللي محمد مثلا هنا
شايف ان هو مقاومه، انا فوق بشوفه ايه؟ بشوفه دعم. فانا عشان اتخيل الموضوع ده، انا عايزك تتخيل معايا الموضوع ده ببساطه خالص. تخيل العماره اللي حضرتك ساكن فيها. انت دلوقتي ساكن في الدور الثاني، تحتيك ارض وفوقيك سقف. انت بالنسبه لجارك اللي تحتك، اللي تحتيك ده ارض صح، لكن هي بالنسبه لجارك اللي تحت ايه؟ سقف. تمام؟ طول ما هي فوقيه هي سقف، فهو لو نط خبط في السقف هيعمل ايه؟ هينزل تحت تاني. طيب انت بالنسبه لك الارض دي بتزقك لفوق، انت لما تنط بترفعك، بتنط بترفعك صح؟ فبقت هي بالنسبه لك دعم، لكن بالنسبه لجارك مقاومه، والعكس صحيح مع جارك اللي فوق. طيب فرضنا انا جارك اللي تحتيك ورحت خارم السقف ده وناطط طالع فوق. لما اطلع فوق اهو، ادي السقف، وادي الارض، وادي الدور الارضي، ده كده ارضي، وده السقف بتاعنا اللي هو في نفس الوقت الارض بتاع الجاري اللي فوق، وده السقف بتاعه. لو انا يا عم فرضت ان انا اهو نطيت كده، كل ما نط اخبط انزل، كل ما نط اخبط انزل، جيت خبطت هنا رحت كاسر الحيطه السقف بالنسبه لي وطلعت، فطلعت وقفت هنا، اصبح المنظور بتاعي اللي كان سقف بقى ايه؟ بقى ارض. فهنا ده يا جماعه عشان نفهم الادوار التبادليه ما بين الدعم والمقاومه. دايما هما الدعم النهارده ممكن بكره يبقى مقاومه، والعكس صحيح. امتى احدد ده؟ على حسب السعر فوقيه ولا تحتيه. دلوقتي ده مستوى بغض النظر اسمه ايه، طول ما انا السعر فوقيه فالمستوى ده بالنسبه لي هو مستوى دعم. اتكسر ونزلت تحته اصبح نفس المستوى هو مستوى مقاومه، وهكذا. تمام؟ ده كده مفهوم التبادل ما بين مستويات الدعم والمقاومه. حلو. طيب ناخد مثال تاني. انا دلوقتي عندي مستوى اهو، وعندي السعر اتحرك بالشكل ده كده. المستوى ده لما انا كنت هنا دي كانت مقاومه صح؟ ليه؟ لان حصل عندها قمه ونزلت السعر. طيب وده دعم. طب بس انا عايز اسال سؤال بس يا جماعه الاول، هو ده كده اتجاه ايه؟ قبل الدعم والمقاومه ده اتجاه ايه؟ واحد يقول لي ده احنا بنعمل قمه اعلى من قمه، اعلى من قمه، وقاع اعلى من قاع، اعلى من قاع، يبقى قمم اعلى من بعض وقيعان اعلى من بعض، يبقى انا اتجاهي صاعد. طيب يا باشا ارسم الترند بتاعك كده اهو، الترند بتاعي حلو. حلو. انا في الحاله دي خلاص عرفت ان النقطه دي نقطه مقاومه، ونزلت على الترند اهو، اللي هو برضو هنا لو انا هرسم خط افقي هيبقى دعم. بس طلعت في النقطه بقى دي وعملت كسر، زي ما كنت يا جماعه بتعامل في الدرس اللي فات مع الترندات. مش كان الترند لما بيتكسر بيتغير الاتجاه؟ هنا برضو بالظبط كده. انا دلوقتي كان عندي اهو، كنت عارف ان دي مقاومه والمفروض ان السعر ينزل من عندها، لا السعر ما نزلش، السعر كسرها وكمل. يبقى انا اتوقع لما يطلع وينزل تاني هيتعامل هنا ازاي؟ ده هنا بقى انا عندي التقاء المقاومه بقت دعم، وكمان عندي ترند، وعندي اتجاه صاعد. يبقى انا هنا صفقه شراء 100 100. ليه؟ لان انا توفرت عندي شرطين، شرط الدعم وشرط ايه؟ شرط الترند. واصلا انا كنت عامل كسر قبليها، فالكسر وان هو يرجع لها تاني يحترمها ويطلع، ده كده تاكيد على ايه؟ على قوه الدعم، وان الاتجاه فعلا صاعد. فانا ده بالنسبه لي يشكل ايه؟ مكان لصفقه شراء كويسه جدا. خلاص. فزي ما قلنا ان انت في تبادل ادوار بيحصل بين مستويات الدعم والمقاومه. بيحصل امتى تبادل الادوار ده؟ لما يحصل كسر او اختراق. خلاص. يعني ايه كسر او اختراق؟ يعني ايه؟ اما اكسر دعم، يا اما اخترق مقاومه. الاختراق يعني بنقوله على المقاومه ان احنا اخترقناها لفوق، يقول لك انا اخترقت السقف. ماشي. وكسر اللي هي كسر الدعم لتحت بيسموه ايه؟ كسر او اختراق. مش تفرق المصطلحات يعني يا جماعه بالظبط، ولكن الفكره يعني كلها فين؟ ان لما يحصل ان في دعم او مقاومه انا بعديه باخترقه في اتجاه تاني، فبيحصل ايه؟ تبادل في الادوار. بدل ما كان المقاومه دي بتشتغل عشان تنزل سعر، لا هتشتغل دعم وترفع معايا ايه؟ السعر. ليه؟ عشان هيبدا هنا، لو انت جيت فكرت فيها بقى كنوع من انواع المزاد بين المشترين والبائعين، فكر فيها كتاجر. التجار كانوا دايما حاطين سعر معين، كل ما يجي عنده يبيعوا يبيعوا يبيعوا. المشترين لا، اشتروا كميات اكبر، فالبائعين بداوا يختفوا والمشتري بقى هو المسيطر. المشتري اللي اشترى من سعر غالي ده يا جماعه، اللي كان اصلا بيبيعه عنده، هل هيسيب السعر ينزل تحته فيخسر اللي هو اشتراه؟ احنا بنتكلم بقى على الحيتان الكبيره، هل هيخسر؟ اكيد لا. فايه اللي هيحصل؟ كل ما السعر يجي عند المنطقه دي اللي هو كان بيشتري منها،
هيشتري تاني وتالت. ليه؟ لان ده بقى اصبح سعر بالنسبه له كويس وبيدافع عنه. ده كده لو انا بفكر بمنظور التاجر، مش بس متداول، لا انا تاجر، انا بفكر هما بيتعاملوا ازاي فين في السوق، بيتعاملوا ازاي مع اماكن الشراء واماكن البيع. مهم قوي ان انت تفكر في كل حاجه بندرسها بالنقطه دي، عشان ده هينقلك بعد كده للحاجات الادفانسد. كلها بتعتمد، كل العلوم الادفانسد في التحليل بتعتمد على فكره ان انت تبقى عارف ازاي بتقرا الماركت، بتقرا الحركه السعريه كانك قاعد جواها، مش مجرد خطوط. لا انا عايز اعرف الخط ده حصل ليه وازاي. فاهم؟ فدي الفكره اللي لازم تكون محطوطه في دماغك دايما وانت ايه، فكر كتاجر مش كمحلل وخلاص. تمام؟ حلو جدا. طيب احيانا بيقابلني حاجه شبه اللي احنا قلناها برضو المره اللي فاتت في الترندات، ان ايه اللي يحصل؟ ان انا يبقى عندي مثلا مستوى زي ده كده، خلينا نقول مثلا ان ده مستوى مقاومه، والسعر خلاص احنا عرفنا ان هو بيتحرك يطلع كده، وكل ما يجي هنا بينزل خلاص، وبعدين فجاه تلاقيه راح عمل كده وراح نازل تاني مكمل. ايه دي بقى؟ ده اسمه كسر كاذب. يعني ايه كسر كاذب؟ يعني كده حركه كده بتتعمل عشان انت تفتكر ان احنا كسرنا فتشتري، في ايه، فهم يبيعوا اكتر منك طبعا فانت تخسر. دي اسمها كسر كاذب، ودي على فكره حاجه متكرره كتير جدا دايما تحصل. انت عمرك ما هتلاقي اصلا المنظر ماشي بالملي كده، انت هتلاقي دايما بيبقى ايه، في طلوع ونزول وطلوع ونزول وطلوع ونزول. احنا بناخد اكتر قمم متكرره ورا بعض او اكتر قيعان متكرره ورا بعض وبنرسم عليهم المنطقه بتاعتنا. لكن احيانا بتلاقي فيه بروز كده طلع من مكان، ده اسمه كسر كاذب. ليه؟ طيب عرفنا ان هو كسر كاذب لان المفروض ان هو لو كان كسر صحيح كان السعر كسر وكمل في اتجاهه الصاعد، لكن هو هنا رجع كمل تاني وايه، واحترم منطقه المقاومه، فده بالنسبه لي اصبح كسر كاذب. زي كده كانت القيعان اللي بتتعمل ايه، سنه كده تحت الترند. تمام؟ حلو جدا. تعالوا ناخد تطبيق عملي على الدعوم والمقاومات. دلوقتي بكل بساطه اي مكان السعر بيطلع منه ده اسمه ايه، دعم. تمام؟ واي مكان السعر بينزل منه ده اسمه ايه، مقاومه. الموضوع بسيط. حلو. طيب انا عندي هنا لو انا جيت بصيت كده السعر، خلينا ناخد مثلا المنطقه دي كده، احنا هناخد منطقه صغيره نجرب عليها. السعر كان كده نزل اهو هنا، وبعدين طلع تاني، وبعدين نزل هنا طلع تاني. اذا المنطقه دي منطقه ايه يا جماعه؟ بكل بساطه اهي دعم، منطقه دعم. ليه؟ لان السعر لما نزل عندها اكتر من مره السعر طلع. خلاص. فانا لو مديت المنطقه دي اتوقع ان السعر لو نزل هنا هيعمل ايه، هيطلع تاني. ليه؟ لان دي منطقه دعم. تمام؟ طيب ناخد منطقه دعم على فريم اكبر شويه، نمسح كده كل الكلام ده ونشوف كده بمجرد النظر. طيب بمجرد النظر لو جينا بصينا مثلا على المنطقه دي، المنطقه دي انا عندي بص كده، عندي ادي قمه وادي قمه وادي قمه في نفس المكان، واخدين بالكم ان هم كلهم تقريبا على نفس الايه، على نفس المستوى. كل ما يجي عنده يعمل ايه، السعر ينزل. فانا بكل بساطه اقدر اعمل ايه، اقدر اجيب كده المستطيل الجميل بتاعي واروح راسم من عند ديول الشموع كده، اروح راسم مستطيل كده، يبقى المنطقه بتاعت المستطيل دي تعتبر ايه، منطقه مقاومه. انا عشان ارسم مقاومه او دعم محتاج قمتين ورا بعض او قاعين ورا بعض بس زي الترند بالظبط. ولكن كل ما زادت القمم وزادت القيعان اللي على نفس المستوى كل ما زاد اهميته زي ما احنا اتفقنا. تمام؟ هناخد برضو شروط للكلام ده دلوقتي تبقى ايه حاططها في دماغك. ولكن ده ايه، دي حاجه مهمه بالنسبه لنا ان احنا نبقى عارفين ان كل ما زاد عدد القمم او قيعان عند مستوى مقاومه او دعم كل ما زادت اهميه المستوى ده. طيب لما انا رسمت كده اهو كان المنظر كده خلاص، والسعر نزل. السعر بص لما رجع تاني، بص رجع فين، هنا كده، طلع اهو لحد هنا ونزل منها تاني. فانا لو كنت مديت كده، دي بقى ميزه ايه، ان انت تكون محدد منطقه. لان انا خلاص بقيت عارف ان هو بنسبه كبيره لو جه عند المنطقه دي اهو هيعمل ايه، هينزل. ليه؟ لانه نزل مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، فهي جت على السته يعني، طالما ما كسرش فوقيها خلاص احترمها. جه عندها بدأ يبان لك شموع هابطة، تعرف ان ايه، ان احنا هننزل تاني. طيب هعرف منين بقى ان بدأت شموع هابطة؟ هنا نيجي بقى للدروس اللي احنا اتكلمنا فيها بتاعة الشموع، اشكال الشموع، لان شكل الشمعة بيقول لك التفاعل عمل ازاي. هنيجي نبص هنا نلاقي الشمعة الخضراء دي ايه اللي حصل، ده عملت ديل طويل وجسم صغير من تحت، دي شبه الايه، شبه الهامر.
او الهامر المقلوب الانفيرتد هامر، يبقى كده ده يدل على ان اتجاه خلص ويبدا انعكاس السعر. هنا بقى يبدا بالنسبه لك ترابط الايه، التحليلات اللي احنا بدانا نتعلمها مع بعض. عرفت المقاومه فحددتها، وعرفت قبل كده اشكال الشموع، فلقيت ان سبحان الله عند المستوى بتاع المقاومه اللي انت متوقع ينزل منه السعر بالفعل عمل شمعه عاكسه، وفعلا السعر ايه اللي حصل بعديها؟ هبط 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 اهو. طيب احنا دلوقتي في المستقبل اللي هيحصل لسه، انا اتوقع ايه كده؟ اتوقع بنسبه كبيره ان السعر هيكمل الصعود لحد المنطقه دي، وعند المنطقه دي ابدا اشوف والله لقيته عمل لي شمعه مثلا بين بار كده، شمعه دوجي، نموذج من النماذج اللي احنا خدناها المره اللي فاتت الدروس اللي فاتت. فالنموذج ده لقيته نموذج انعكاسي، يبقى انا اتوقع ان ايه اللي يحصل؟ يحصل هبوط في السعر. والعكس صحيح، انا كان عندي برضو هنا المنطقه دي منطقه ايه؟ منطقه دعم. السعر جه عندها هنا مره وطلع، وهنا مره وطلع، وهنا مره وطلع، وهنا مره وطلع. ماشي، حلو جدا. طيب عايزين نبص مع بعض كده، نحاول نطلع كسر كاذب. طب انا عشان اطلع كسر كاذب يبقى انا لازم اعمل ايه؟ يبقى انا لازم احدد منطقه دعم، تعالى هنا اهي مثلا، او منطقه مقاومه. طيب هنا عمل لي ادي قاع اهو، وادي قاع بعده، وادي قاع. ماشي، فانا والله رسمت كده، ادي يا عم ادي المنطقه دي منطقه ايه؟ مقاومه، سوري دعم. خلاص، على اعتبار بقى ان ده ما كانش لسه حصل، ادي دعم اهو. حلو. وبعدين جينا هنا لما السعر بدأ يتحرك هنا كده لقينا ايه؟ لقيناه نزل، فانت تقول ده كسر، صح؟ حلو. طب انا عشان اتاكد انه كسر لازم يعمل حاجه اسمها اعاده اختبار. يعني ايه؟ يعني احنا اتفقنا ان الدعم ده بيرفع السعر، لو اتكسر هيبقى يتحول لمقاومه، يعني السعر لما يرجع له ايه؟ هينزل من عنده. يعني السعر لما يجي هنا، يعني هو نزل اهو، لما يجي هنا ينزل تاني، صح؟ لما نيجي نبص بقى لقينا ايه اللي حصل؟ لا ده طلع وكمل. يبقى الجزء ده كان ايه؟ كان مجرد كسر كاذب، لان هو لما طلع تاني ما نزلش من هنا، لا ده كسر وكمل تاني فوق، يبقى ده كسر كاذب. فهمنا؟ طيب، طب نمشي شويه كده، هنا برضو حصل كسر تاني وكسر تالت. بص كام كسر، ادي واحد وادي اتنين، وكل ده السعر بيجي وما بينزلش، فكل ده يعتبر كسر كاذب كسر كاذب. فين بقى حصل؟ هنا بقى لما رجع تاني لنفس المستوى، ايه اللي حصل؟ هنا هو لما رجع السعر راح ايه؟ راح نازل. يبقى هنا فعلا تبادلت الادوار، بدل ما كان دعم بقى ايه؟ كسر وبقى مقاومه. يبقى هو ده فعلا الكسر الحقيقي، والسعر فعلا ايه؟ هبط. وانما كل اللي فات ده كان ايه؟ مجرد كسر كاذب. فهمنا؟ ده كده مفهوم الكسر الكاذب والتبادليه ما بين الدعم والمقاومه. وكده انت فهمتها بما فيه الكفايه، والموضوع اصلا سهل جدا وبسيط ان شاء الله، مفيهوش اي حاجه معقده. تمام، هو بس الموضوع محتاج بقى منك ان انت تفتح الشارت وتبدا ايه؟ تشوف دعوم ومقاومات كتير ورا بعض وتبدا تحدده.